السلام عليكم. بصوا يا جماعه، معظمنا بيغلط بالذات الرجاله ان احنا بنشيل زي المحفظه بتاعتنا في جيبنا اللي ورا. فعارف لما تشيل محفظتك في جيبك اللي ورا، لما بتيجي تقعد فبتلاقي الحوض بتاعي بيشفت بيلف. فالتشفيته دي تلاقينا قاعدين عاملين كده، او انت قاعد في عربيه لمده كبيره قاعدين كده، او القعده الغلط ان احنا قاعدين كده وعاملين سبيس او مسافه كبيره في المنطقه دي، او ان انت قاعد في البيت وعامل كده ومريح. كل ده غلط جدا على العمود الفقري، كل ده بيأذي العمود الفقري جامد جدا. وده من الاسباب اللي بتخلينا زي ما حضرتك شايف الصوره دي، ده مهمه جدا، بتخلينا نعمل تشفيته في الحوض بتاعي. فالحوض بتاعي ما يتشفت يحصل باك بين، يحصل الم في المنطقه دي، له باك بين. واحيانا بيأثر على السياتيك نيرف او عرق الناس اللي ماشي من هنا، واحيانا بينام الرجلين. فده غلط جدا، ضروري ان احنا ما نعملوش. طب الحل دلوقتي نعمل ايه؟ ان احنا نعمل تمارين تعويضيه. زي دلوقتي مثلا انا حوضي لف الناحيه دي، يعني دي طلعت لفوق، هو كان كده بقى كده.